جواسيس، عيون وآذان، رجال ونساء، يتحسسون نبض المجتمعات، يريدون الإحاطة بمكامن القوة والضعف لدى العدو كما الصديق. ممثلون بارعون، منهم من اختار سبيل الجاسوسية ومنهم من استقطبتهم قوى المعادية. وجوه من الظل، حكايات جواسيس، يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى. غواصات ألمانية وجواسيس، الجزء الثاني والأخير، سحر الجاسوسة. أدركت سحر سلامة أن رمزي شبيني لم يكن يجمع المعلومات التي يجمعها لحساب المافيا الإيطالية. كانت معلومات تتعلق بالحياة العامة في مصر، وبشكل خاص تلك التي تتعلق بالجيش المصري. ولعلها تساءلت يوما عما تستفيده المافيا الإيطالية من تلك المعلومات التي تحيط بأمن مصر بمفهومه الواسع. خلصت إلى أن المستفيد الأول من تلك المعلومات ومن تلك التقارير التي كانت تعدها لن تكون إلا إسرائيل. وما لبثت أن فاجأت رمزي بأنها أدركت أنه يعمل للموساد وأنها شريكة له. لم يستطع الإنكار، وربما ساوره للحظة شك في أنها ستبلغ عن نشاطه التجسسي، ولكنه ما لبث أن تماسك. يعلم أن سحر التي عشقها إنما حبها الأكبر للمال. قد يكون توقع أن تكتشف الحقيقة، وأن ذلك لم يكن سوى مسألة وقت. بعد أيام علم داود ومنصور أن سحر صارت تعلم أنها شريكة لرمزي في التجسس على مصر لحساب الموساد. لاحظ رمزي أن الإسرائيليين لم يفاجأ بما حمله إليهما. كانت التقارير التي تأتي عن طريق رمزي تكشف في كل مرة عن أهمية شبكة العلاقات التي تمكنت سحر من نسجها داخل مراكز النفوذ، وقد عمدت إلى تعزيز تلك العلاقات وتوسيع مجالها بعد أن صارت جاسوسة معتمدة من قبل المخابرات الإسرائيلية. في العام 2009 كان المشهد العام في مصر موسوما بحالة احتقان اجتماعي واسع، وبدأ العد العكسي لنهاية زمن الرئيس حسني مبارك. ولكن حالة الاحتقان الاجتماعي والسياسي لم تشغل المسؤولين عن العمل على تعزيز قدرات مصر في مواجهة التحديات الإقليمية العديدة. بدت الأجهزة الاستخباراتية مركزة على المشهد الداخلي، ويبدو أن ذلك مما جعل الجاسوس رمزي شبيني وشريكته سحر سلامة يتحركان دون أن ينتبه إليهما. كذلك بدا الأمر، ربما لأن المعلومات التي سرباها للإسرائيليين في مرحلة أولى لم تكن لتثير كثير شكوك. كانت معلومات مما يتيسر الحصول عليه دون كبير عناء. منها على سبيل المثال حديث رمزي لرجال الموساد بغير قليل من التفصيل عن فترة خدمته العسكرية. ولكن المخابرات الإسرائيلية حصلت في العام 2009 على معلومات شديدة الخطورة. هي معلومات حصلت عليها سحر من زملاء صحفيين يعملون في صحيفة نصر أكتوبر. تقول تلك المعلومات التي كان يراد لها أن تظل طي السرية التامة إن مصر بصدد الاتفاق مع ألمانيا للحصول على 4 غواصات. هي معلومات ذات صبغة استراتيجية شديدة الحساسية بالنسبة للأمن القومي المصري. في تلك السنة 2009 كانت مصر تخوض مرحلة سرية من المفاوضات مع ألمانيا بغاية الاتفاق على شراء ما مجموعه 5 غواصات تايب 209. أحس المفاوضون المصريون بأن المفاوضات الجارية مع الألمان أخذت في التلكؤ، وما لبثوا أن استنتجوا أن السرية التي سعى الجانبان إلى التقيد بها قد خرقت وأن تسريبا حدث.
كانت المعلومات التي حصلت عليها سحر ونقلتها إلى المخابرات الإسرائيلية لا تقدر بثمن. على أساس تلك المعلومات تحركت إسرائيل وسعت لدى الولايات المتحدة الأمريكية التي تولت الضغط على ألمانيا لإبطال الصفقة التي كانت مصر على وشك توقيعها مع ألمانيا، وتم إلغاء الصفقة. كان ذلك يعني للمسؤولين عن المخابرات الإسرائيلية أن تجنيد سحر سلامة كان مكسبا ثمينا. المعلومات التي تبعث بها دقيقة ومؤكدة. استمر الجاسوسان رمزي شبيني وسحر سلامة في جمع المعلومات عن كل جوانب الحياة في مصر، المدنية منها والعسكرية، حتى اندلعت في 25 من يناير 11 و2000 الثورة التي سيتخذ لها من هذا التاريخ اسما لتعرف بثورة يناير. صدرت إلى العاملين تعليمات لمواكبة التفاعلات الميدانية وما يجري في كواليس تلك الثورة بعيدا عن كل ضوء. كان المطلوب أن يأتي بأخبار كل الفاعلين في تلك الثورة ومن هم في حكم قائديها. اندلعت هذه الثورة في سياق إقليمي موسوم بحوادث ما يعرف الآن بالربيع العربي، تلك التي بدأت في تونس وأسقطت حكم الرئيس زين العابدين بن علي. وقد بدأت هذه الثورة كما تلك التي سبقتها تحركات شعبية جارفة بلغت ذروتها ذاك 25 من يناير، يوم دعي عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى إسقاط النظام. كانت دعوات إلى التخلص من الفساد ومن بطش الشرطة وأجهزة الأمن المختلفة والاحتجاج على استمرار العمل بحالة الطوارئ. عدة حوادث وصدامات دامية بين المحتجين ورجال الأمن أججت تلك الثورة أكثر. لم يكن عفويا اختيار 25 من يناير لمنح تلك الاحتجاجات هيئة ثورة. 25 من يناير يوافق عيد الشرطة. توافق على اختياره أقطاب من المعارضة ومن المستقلين. كان رمزي وسحر والذين معهما يعملون على الإحاطة بكل ما يحرك الشارع. نزلوا إلى الشوارع واختلطوا بالمحتجين، وكانوا هناك في المنتديات السرية يسترقون السمع ويأتون إلى المخابرات الإسرائيلية بما لم يكن يطفو على السطح. في ذلك اليوم بدأت مظاهرات الاحتجاج في الساحات العامة، وأشهرها ما كان مسرحا له ميدان التحرير في القاهرة. في تلك الميادين سقط القتلى الأوائل رميا بالرصاص. اختارت الحكومة المصرية نهج قمع المظاهرات بقوة، كما عمدت إلى قطع صبيب الإنترنت ومعه كل الاتصالات. 3 أيام بعد ذلك دخلت الثورة مرحلة تصعيد جديد. كان اليوم يوم جمعة أطلق عليه جمعة الغضب، وقد دفعت تلك الحوادث العديد من القوى السياسية إلى المشاركة فيها. كان الصدام أعنف بين المحتجين وقوى الأمن التي استعملت الذخيرة الحية. وفي خضم ذلك اقتحمت عدة مؤسسات سجنية، وهرب السجناء بأعداد كبيرة، وتبدى الانفلات الأمني الكبير. وأعلن الرئيس حسني مبارك حالة الطوارئ، ونزلت قوى الجيش إلى الشارع لتؤمن المنشآت الحيوية. وتسارعت التداعيات السياسية. أقيلت حكومة أحمد نظيف، وتم تكليف الفريق أحمد شفيق بتشكيل الحكومة الجديدة. ومن القرارات الأكثر أهمية تعيين رأس المخابرات المصرية آنئذ عمر سليمان نائبا لرئيس الجمهورية، بعد أن ظل المنصب شاغرا منذ اغتيال الرئيس أنور السادات. ثم إن الرئيس حسني مبارك أعلن أنه لن يترشح للانتخابات التالية ليترك كرسي الرئاسة الذي شغله منذ خريف العام 81,900,000. تلك تطورات كانت إسرائيل تتابعها عن كثب،
وكان جواسيسها يتولون تتبع التفاصيل ميدانيا بما كان يتيح قراءة ما هو آت. تتالت التطورات التي أفرزتها ثورة 25 من يناير، ومنها استقالة الرئيس حسني مبارك، ثم بعد ذلك انتخاب محمد مرسي رئيسا. كثير من تلك التطورات رأى النور تحت أضواء اهتمام دولي، ولا أحد يستطيع أن ينكر أن أجهزة استخباراتية كثيرة كانت حاضرة ولادة تلك التطورات الحاسمة. ولكن المخابرات المصرية لم تهمل تتبع الخيوط التي أفضت إلى إلغاء صفقة الغواصات الألمانية. كان ذلك ضربة عنيفة لمخططات تعزيز قدرات القوات البحرية المصرية، وتسبب تسريب المعلومات ذات الصلة بتلك الصفقة في انهيار جهود بذلتها الدبلوماسية المصرية على مدى أشهر. لم يتوقف نشاط الجاسوسين رمزي شبيني وسحر سلامة بعد الثورة، بل إنهما استمر في مد الموساد بمعلومات حول الحياة الاجتماعية والاقتصادية، ومنها على سبيل المثال للحصر تقديمهما معلومات حول تموين الأسواق المصرية وأسعار المواد الغذائية. لكن الأخطر من ذلك أنهما استمر في جمع المعلومات التي تخص الجيش والأجهزة الأمنية واشتغالها. وفي هذا الإطار كان من ضمن التقارير التي بعثت بها سحر إلى المخابرات الإسرائيلية تلك التي ضمنتها معطيات حول تخرج الأفواج الجديدة من الأكاديميات العسكرية، عدد الخريجين المصريين، لكن أيضا عدد وجنسيات الطلبة الأجانب. كما أعدت تقارير حول مناورات النجم الساطع التي كانت تقام في مصر بشكل دوري مرة كل عامين في الخريف، وتشارك فيها 12 دولة. هذه المناورات تصنف من بين أهم التداريب العسكرية متعددة الأطراف. كما قدم الجاسوسان تقارير حول المناورات العسكرية المشتركة بين مصر والعربية السعودية. في تلك المرحلة الموسومة بآثار ثورة 25 من يناير، كان رجال الموساد يظنون أن المخابرات المصرية منشغلة بما يعتمل على المسرح السياسي الداخلي، وأنها لم تعد تولي اهتماما يذكر للأعمال التجسسية الجارية. كان تقديرا خاطئا. في تلك الفترة المضطربة كثرت أسفار رمز شبيني إلى الخارج. كانت وجهات العواصم الأوروبية لديه لا تختلف عن تنقله من المنوفية إلى أقرب المدن المصرية، ولم يكن لتلك الأسفار المتقاربة زمنيا أن تمر دون أن تثير انتباه المخابرات المصرية. كانت سحر سلامة نفسها تكثر من السفر إلى الخارج، ولذلك عمدت المخابرات المصرية إلى تتبع تلك الأسفار، ووضعت الجاسوسين تحت مراقبة اتخذت فيها كل الاحتياطات حتى لا تفتضح. استمرت تلك المراقبة 6 أشهر، ويبدو أنها كانت مدة كافية لكشف غايات تلك الأسفار المتقاربة التي كان يقوم بها رمزي وشريكته سحر إلى أوروبا خاصة. في القرية التي يسكنانها، القرية الفقيرة التي شهدت كل الفقر الذي ذاقاه قبل أن يتخذ من خيانة الوطن سبيلا للغنى، كان الناس يلحظون التحولات التي عرفتها حياة شبيني وسحر التي هام بحبها قبل أن تصير شريكته في التجسس لحساب إسرائيل. ولعل أصواتا همست بتلك التحولات، وإن كان شبيني كما سحر يحرصان على ألا تتجلى بشكل فاضح. وذات صباح فوجئ سكان القرية بتطويقها من قبل قوى الأمن التي حضرت بأعداد كبيرة. كانت سيارات الشرطة تغلق كل مداخل البلدة، وما لبث أن انكشف سبب حضور الشرطة بكل تلك التعزيزات، فقد تم القبض على رمز شبيني الذي لا يعرف له الناس هناك اسما غير عبد الله أبو الفتوح.
كما قبض على سحر إبراهيم سلامة التي كان كثيرون يقدرون عملها في الصحافة دون أن يخوضوا في التفاصيل. لحظتها لم تعرف الأسباب التي كانت وراء القبض على شبيني وسحر. ذهب التفكير ببعضهم إلى ربط اعتقال الاثنين بقضية إهمال شبيني نقاش الخشب المعروف بأبو الفتوح لأسرته، ولم يخطر ببال أحد من أهالي القرية أن اللذين اعتقلا يومها إنما هما من أخطر الجواسيس الذين يعملون لحساب المخابرات الإسرائيلية في مصر. أحيل الاثنان على التحقيق. كانا يعلمان أن الأقنعة كل الأقنعة سقطت عنهما، واعترفا بكل ما نسب إليهما. كشف التحقيق عن أن رمزي شبيني توجه إلى إيطاليا في العام 29 باحثا عن عمل، وأنه خلال تلك السنة بمبادرة منه طرق باب السفارة الإسرائيلية في روما، وأبان عن رغبته في العمل جاسوسا للمخابرات الإسرائيلية. كما كشف للمحققين أنه بعث برسائل عبر الفاكس إلى رئيس الموساد عن طريق السفارة الإسرائيلية، عبر فيها عن حبه لإسرائيل وعن استعداده التام لإمداد المخابرات الإسرائيلية بكل ما يستطيع الحصول عليه من معلومات عن المجتمع المصري ومؤسساته. كان المال دافعه الحقيقي وراء كل ما قام به. توصل المحققون وهم ينبشون في تنقلاته إلى أوروبا أن رمزي شبيني سافر إلى النمسا بطلب من المخابرات الإسرائيلية، وأنه خلال لقائه بممثلي الموساد في السفارة الإسرائيلية حكى تفاصيل الفترة التي أمضاها في الخدمة العسكرية، كما خضع هناك لدورة تدريب على جمع المعلومات واستكشاف الأماكن واستعمال أجهزة الإرسال المشفرة. وقف المحققون على تمكن رمزي من تجنيد سحر التي أحبها كالمجنون، ولاحظوا أن تجنيدها زاد من خطورة ما كان يقوم به. كانت لسحر علاقات مع كثيرين ممن يشغلون وظائف مختلفة في أجهزة الدولة. اشتغالها في الصحافة متعاونة مع إحدى المجلات مكنها من أن تنسج تلك العلاقات، ثم إنها مستغلة تلك العلاقات المتشعبة والمتداخلة، وبطلب من رمزي صارت توفر معلومات وتعد تقارير حول المجتمع المصري تطرقت فيها إلى توجهات المجتمع والرأي العام، كما رصدت تلك التوجهات وتناولت بالتحليل حوادث ثورة 25 من يناير وتجليات موقف المؤسسة العسكرية. كما تحدثت في تلك التقارير التي كان رمزي يتولى نقلها وإرسالها، تحدثت عما تمثله التيارات الشعبية من ثقل وقوة في المجتمع وعن أحوال الناس لما أمسك الإسلاميون بالحكم. في محاضر الاستماع للجاسوسين أن مجموع ما تم الحصول عليه لقاء تلك التقارير 90,000 يورو، فضلا عن الهدايا العينية من عطور وهواتف نقالة. عدا الجاسوسين المصريين رمزي وسحر، توبع في هذا الملف المعروف بملف الغواصات الألمانية إسرائيليان، هما ساموئيل بن زيف ودافيد وايزمان، وهما ضابطا المخابرات الإسرائيلية اللذين كانا مكلفين برمز شبيني وشبكته التجسسية، وقد كان في حالة فرار. ووجهت إلى المتهمين المصريين تهمة التجسس وتقديم معلومات ذات صبغة استراتيجية إلى الإسرائيليين، بما ألحق الضرر بمصالح عليا لمصر بين العامين 8 و12 و2000. استغرقت المحاكمة عدة أشهر بعد سقوط الجاسوسين في قبضة الأمن المصري، ثم نطق القضاء بكلمته، وقضت محكمة الجنايات في الجيزة بالسجن المؤبد لرمز شبيني وبالسجن 15 عاما لسحر سلامة، مع إلزام شبيني برد 80,000 يورو وسحر 10,000. بحق الإسرائيليين
صاموئيل بن زعيف ودافيد وايزمان أصدرت المحكمة حكما غيابيا بالسجن المؤبد. جواسيس، عيون وآذان، رجال ونساء يتحسسون نبض المجتمعات، يريدون الإحاطة بمكامن القوة والضعف لدى العدو كما الصديق. ممثلون بارعون، منهم من اختار سبيل الجاسوسية ومنهم من استقطبتهم قوى المعادية. وجوه من الظل، حكايات جواسيس يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى.